طيب حابين نعرف اكتر برضو ايه الشروط او الاختبارات اللي الاكاديميه بتعملها عشان تقبل اللعيبه ديت او الاطفال. تمام. حابين نعرف اكتر. تمام، هو بيبقى فيه اول سيشن، بيبقى فيه حاجه اسمها تقييم. تمام. بنقيم اللاعب، بنشوف ايه اللي ناقصه، سواء هو عمره سنتين 3 او سواء هو عمره 10 سنين. بنبتدي نقيم اللاعب اول تمرينه، اول تمرينتين. فبناء على بناء على التقييم دوت يعني بنشوف مستواه عامل ازاي، فالحاجات اللي ناقصاه بنشتغل عليها. سواء مثلا هو الباص بتاعه، الدريبل، الشوتنج، الحاجات اللي ناقصاه في البيزك بتاع كرة القدم. فبنشوف الحاجات اللي ناقصاه بنشتغل عليها. بيبقى فيه طبعا برنامج لكل لاعب، وبيبقى عاملين حاجه يعني الحمد لله، يعني يعتبر ما فيش اكاديميه برضه بتعملها، اللي هو حاجه اسمها بنسلم كل ولي امر ورقه تقييم منزلي. بنهتم باللي هو الصلاه، الاكل، النوم، طاعه الوالدين. طبعا لازم اللاعب يهتم بالخمس حاجات دول، اللي هو يصلي، يسمع كلام بابا ومامته، بينام بدري وبياكل كويس، صحته كويسه، فهو ينجح في حياته. يعني لما في اخر كل شهر بنسلم جايزه، ممكن تكون ماديه، ممكن تكون معنويه، ميداليه، شهاده تقدير، لو الولد عمل الحاجات دي كلها، اللي هو صلى، سمع الكلام، نام بدري، كل كويس. فدي تحفيزا ليه، والحمد لله غيرت اطفال كتير، يعني اطفال كتير في الاكاديميه عندي الحمد لله. مش بس بنمرن كره قدم برضه، بنمرن اللي هو الاساليب التربويه، حاجات بالظبط كده. وده برضو اللي هيخلينا نتكلم على ايه اللي بيفرق اكاديميه ليدز عن باقي الاكاديميات. طبعا هي دي الحمد لله يعني الميزه اللي عندنا، التقييم المنزلي. برضه بنهتم بتقييم اللاعب في الملعب، وبنهتم بتقييم اللاعب في البيت مع ولي امره. بالظبط. هو ده وعندنا برضو الحمد لله بنسوق اللعيبه، زي ما حضرتك شفت برضو اللعيبه اللي راحت نادي زد، الترسانه. الحمد لله انا عندنا علاقات في كذا نادي، ترسانه، الزمالك، نادي زد، ممكن الاعلاميين، الحمد لله يعني. لو تقول لنا برضو اسماء اللاعبين اللي انت شايفهم برضو دلوقتي في الاكاديميه بس ليهم مستقبل، ممكن بعد كده نشوفهم بيلعبوا مع فريق اول. تمام. لا، عندي لعيبه كتير طبعا. عندي لاعب اسمه احمد عبد المجيد، ده هو اصله سوداني بس ما شاء الله يعني لاعب ممتاز، ان شاء الله يبقى نجم. فرع فيصل معايا لعيبه كتير برضو. معايا لعيبه في فرع امبابه، فرع الوراق، لاعب اسمه زياد ميسي، لعيب كويس برضو. وعندي لعيبه برضو في فرع مدينه نصر، اسمه نور. في لعيبه مميزه جدا طبعا. في لعيبه في الهرم، لعيبه في حدائق الاهرام. فالحمد لله لا، في كل فرع لعيبه مميزه جدا، فبيتم تسويقها لما القيد بيفتح، بيتم تسويقها للانديه. فالحمد لله من خلال المباريات برضو بندخل بطولات، والحمد لله ان شاء الله يعني هنعمل برضو حاجه السنه دي، اللي احنا هندخل دوري. يعني مش هتبقى اكاديميه بس، هتبقى زيها زي النادي. يعني نادي ليدز هيخش دوري باسم فريق، وهنلاعب مثلا فريق الاهلي في الدوري، هنلاعب فريق الزمالك، هنلاعب فريق وادي دجله كده.